السلام البنات، كي راكو دايرين؟ لاباس غايه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات جبت لكم المقروض المعسل تاع المقله تاع زمان على طريقتي. انا ندير 2 كيلو سميد حرش، نستعمل الموله 2 كيلو، ودرت كاس تاع ام وليد تاع سميد رطب، ودرت قرصه تاع الملح، ودرت مغرف فانيلا، وتلمدي هاد النواشف كاع تخلطيهم. كي تخلطيهم عندك قابسه تاع دهان تاع 500 غرام في 2 كيلو. ذوبي هذا الدهان، تخليه شويه يبرد، ما ديريش حامي، وديري فوقه نص كاس زيت، وتبدي تبسي في البساس نتاعك، تحكيه مليح مليح داك البساس، تحكيه مليح مليح. السميد هذا تبدي تحكي فيه، تدخلي الدهان مليح مليح مده من 5 دقائق حتى 10 دقائق. السر باش ينجح لك المقروض نتاعك، بسيه مليح مليح بيدك. انا بسسته ديجا، قطعت الفيديو شويه بسسته، ومن بعد وليت قاعد نصور لكم باش ما نعياش. وهنا البنات عندي التمر تاع الحميره، جبت انا دائما نديرها بالتمر تاع الحميره. جبت تمر، غسلته مليح مليح، قلعت له العلفه، وقلعت له هذوك الشوائب تاعها كاع، ودرته هيفور وكيفار، درت له 2 مغارف زيت ومغرف دهن كبيره، وشويه كبابه وشويه قرفه، واللي عندك القرنفل المطحون ماذا بك. اديريهم كاع في هذا التمر، تعجنيه مليح مليح وتحطيه بجهه. انا كنت خدمته بالنهار قدام، ومن بعدها تجيبي تبدي داك التمر ديريه كي الحرابيش طوال، توجديهم باش ما تنغمنيش في الخدمه. وفي الخليط تبدي تخلطي غير بالطرف. طريقه الخليط دوك نوريكم، تشوفوا هنا في الفيديو كي داير، تبعوني خطوه بخطوه. عندي قرعه ما زهر نقسمها على 2، يعني نص قرعه ما زهر ونزيد عليها ماء. واللي كان عندك الزاز ديري الزاز، انا كان عندي شويه زدت خلطت الزاز تاع ماء الزهر، يعني عفوا عطر ماء الزهر لاغون. تبدي ترشي في هذاك تجبدي غير بشويه من هذاك الخليط تاع السميد كي بات ليله كامله، انا نديره ليله كامله. تبدي تخلطي في هذاك السميد باش تروني غير بصباعك. وريتكم ديجا الطريقه، حتى تشوفي ترفدي الحبه تبدا تتلم في يدك بلا ما تعجنيها. تبدي تفاصي في المقروض نتاعك. مكاش اللي ما تعرفش تفاصي المقروض، بصح شهوه ما تعجنيش العجينه نتاعك، تبدي غير بشويه تسعفي فيها، هي بروحها تتلم لك. وتبدي تخدمي بصبعك هكا، ديري كي الساقيه هاك، وتحطي داك التمر اللي درتيه كي الحربوش. شوفوا التمر جا رطب وجا ما يتلصق ما والو، وطري ويقعد لك مده طويله. ومن بعدها تبدي تصوري في الحبات نتاعك كي تلمي هذاك وتردي كي الحربوش داك التمر بالعجينه تاع المقروض تاعك. تحكمي المول اللي عندك اللي تستعمليه. انا عندي هذا تاع زمان، وعندي واحد اخر تاع الورده، بصح يعجبني هذا تاع زمان، يعجبني انا هذا. من ندير المقروض نحس باللي درت المقروض. تبدي تفاصي فيه غير بالعقل، ديري الطابع نتاعك تاع المقروض، وتبدي تقطعي. دوك تشوفوا الطريقه، شوفوا جا شباب. والخدمي من البنات مين تبدي تقطعي غير بشويه، ما تفرصيش عليه. هنا من راني معجله شويه الفيديو راه يبان لكم بسرعه. شوفي، ومن بعدها تقاودي الحبه بيدك تواسيها هكا مليح مليح، وتحطيه تكملي الكميه نتاعك كاع اللي كاينه. كي تكمليها تخليه ينشف مده من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. كي ينشف هذاك المقروض باش ما ينحلكش في المقله، تبدي تقلي. تحمي المقله نتاعك ومباشره تكوني موجده الحسل تاعك بارد. انا الحسل ما نديرهش حامي، يعني من المقله للحسل البارد. هو الروحه كي تحطي المقروض في الحسل البارد يحمى، يولي يزلق. ومن بعدها كي طيب المقروض تاعك تحمري حسب الذوق نتاعك. تبغي طايب بزاف، تبغي شويه، تبغي انت والذوق نتاعك. انا نبغي كيما هكا الطريقه. نبدا نعسل فيه، نحط القاليه الاولى نخليها تتعسل مليح مليح، ونولي ندير نقلي. ما نخرجش، هذا الملاحظه البنات، ما نخرجش المقروض من المقله حتى نحمر اللي يكون في المقله الزاوجه، باش هذاك الاول يشرب مليح مليح حتى تكملي الكميه تاعك. وهنا البنات كي تقلي المقروض تاعك تعاودي ثاني تعسليه،
تعاودي تعسليه المرة الثانية كيما تبغي. هنا يكون واجد تاعك. وها هي الوصفة تاع المقروض راها قدامكم، تعبر عن نفسها. جاني معسلتها للقلب، انا عسلته للعلم البنات 2 مرات، معسلتها للقلب. نتبنى تجربوه ويعجبكم، وصحة فطوركم. مع السلامة.